السلام يا الفحلة، وش راكي؟ مرحبا بك في قناتي. اليوم وصفتنا وصفة حوت بزاف سهلة وبنينة وتمتم توجديها بمارينات تستاهل تاكليها وتحطيها للعائلة. بصح قبل ديري لي جيم وكومونتير وسورتو ابوني وفعلي زر الجرس باش يوصلوا كامل الوصفات دياولي سهلين والبنان. صدقيني جيبي هنايا البطاطا على حساب عدد افراد العائلة. غسليها مليح وقشريها، من بعد قطعيها الى دوائر، من بعد زيدي قطعيها الى مكعبات يكونوا خشان. كي تكملي حبيبتي كامل كونتيتي جيبي كسكاسه وحطيها فيها وزيدي لها نص مغرف نتاع الملح وخلطيها وخليها تفور. بعد ما تفور لك نحيها يعني طيب وخليها تبرد. هنايا جيبي لي انا واحده اخرى تكون شويه واسعه وكبيره، ديري فيها كميه معتبره من زيت الزيتون، يعني مغرف كبيره نتاع التحماس، وزيدي لها شويه نتاع زيت النباتيه العاديه، يعني زيت اللي تكون عندك في الدار. 4 سنات نتاع الثوم يكونوا مرحيين يعني مرابين، ولي زيبيس ملح فلفل كحل كمون زعتره كرويه كركم سكنجبير عكري وراس الحانوت، عكري حلو ماشي حار. حطي لي زيبيس دياولك وخلطي كامل المكونات، زيدي عليهم نص مغرف نتاع الموطارد. هنايا ما عندكش الموطارد حبيبتي عوضيها بعصرة قارص ولا قطيرات نتاع الخل، ما تكتريش الخل. هنا جيبي الفيليت سول ديالك، سمك يعني بزاف بنين وهايل، شريت زوج ب28 ألف. مي هنايا عسي روحك كي تكوني ديري الملح. هذا الحوت ما يحبش الملح بزاف، ديري شوية يعني نص مغرف صغيرة تاع القهوة الملح. حطيه في لاماريناد هذيك وخلطيه مليح حتى حتى يعني شوفي بلي دخلت كامل هذيك لاماريناد. غطيه بابي سيلوفان وخليه يتشرب ساعة نص ساعة كيما يعني الكونتيتي ولا القدر اللي حبيتي نتيا. تجيبي لا شابلير يعني خبز يابس مطحون، وبعد ما يكون الحوت ديالك تشرب قطريه مليح، يعني نزلي له كامل هذاك الثوم وحطيه في لا شابلير وقعدي تضغطي عليه حتى يترمد مليح. هنا سوا ديريه في البيض فارينه من بعد لا شابلير، سوا ديري الطريقه اللي حبيت اللي درتها انايا، يعني عندك الاختيار. والاحسن هذه الطريقه باش ما تحسيش بلي راكي تاكلي في العجين، سورتو اذا درتي له الفارينه بزاف. سخني زيت ديالك على درجه حراره متوسطه وخليه يطيب من لي دو كوتي. كي يطيب لك من الكوتي التحتاني اقلبيه، وضروري تكون المقله نتاعك ما تلصقش باسكو الا تلصق لك راح الحوت هدايا فراجيل في الطياب ديالو. كي طيبيه حطيه في ورق الطبخ هدايا الابيض باش يتشرب كامل الزيت هذيك ما يجيش مقهوم ولا ما يجيكش ميدن بزاف. كي تكملي كامل طيبيه كيما قلت لك نحيه اكوتي، جيبي المقله ديالك تكون تاني ما تلصقش ضروري، حطي فيه بقيه الماريناد اللي كنتي ديجا راكي نقعتي فيها الحوت ديالك. كي طيب لك البطاطا ارميها في لا ماريناد. هنايا اذا كانت سخونه حركيها غير بالعقل، على بها قلت لكم خلوها تبرد باش كي تكوني تحركي ما تطيحلكش هذيك البطاطا ولا ما تتكسرش. زيدي لها مغرف نتاع الزبده وحطيها فوق الفرن على درجه حراره متوسطه وخليها تتجمر، يعني وكأنك راكي تحركيها ولا تجمريها غير بالعقل. هنايا حركي بهذه الطريقة باش تيفيتي انه ما تلصقلكش او ميم طون البطاطا ديالك تتحرك مليح وتتجمر مليح. كي تكملي كامل طيبيها نحيها وخليها اكوتي ونشوفوها في طبق التقديم. وصدقيني وصفة بزاف بزاف بنينة وما راحش تندمي اذا جربتيها. وهاي النتيجة في الاخير. هنا تقدري ترافقي سمك ديالك مع الفخيت عادي ولا مع سالاد ولا مع حميص ولا مع الطريقة اللي درناها يعني طيبنا فيها البطاطا. وما تنساش حبيبتي الابوني والجيم وتفعيل زر الجرس والكومنتار. باي وبصحتك.